تخيل تكون قاعد ومسترخي والدنيا زي الفل، ولا حروب ولا مشاكل ولا أي حاجة، ومرة واحدة وفجأة حجر ينزل من السماء يخبط في جنبك. ده مش هزار، ده بجد. الست الطيبة اللي قدامكوا دي اسمها آن هودكس، أول بني آدمة في التاريخ نيزك ضربها في 30 نوفمبر 1954 الساعة 1 الظهر. الست قاعدة في أمان الله بتتفرج على الراديو كانوا بيتفرجوا عليه زمان، وزريبيو فجأة صوت انفجار فظيع، والسقف اتخرم والراديو اتكسر، وفي حجر كبير اسود خبط الست في جنبها، والعلماء اتخضوا. وده طلع فعلا نيزك وزنه 4 كيلو. أول حادث موثق في التاريخ إن إنسان يخبطه نيزك ويفضل عايش يعني. تخيل يا مؤمن ومليارات الناس، والنيزك يختار الست دي وهي قاعدة على الكنبة. يعني أنت تبقى قاعد في أمان الله والنيزك يجيلك. خد عندك بقى، الست دي بقت مشهورة جدا، والناس نفسها تشوف الست دي وتشوف الكدمة اللي عملتها لها النيزك. المهم هي كانت عايزة بقى النيزك ده يبقى بتاعها. في واحد عايز يشتري النيزك ده منها، صاحب البيت قال لها لا، انا النيزك ده وقع على بيتي. المهم هي رضيته ب 500 دولار، وبقى النيزك بتاعها. وفي الاخر بعد الصراعات دي كلها محدش اشترى النيزك. خلاصة الموضوع ده ايه؟ في ناس بتجري جري على الشهرة، والست دي كانت قاعدة في امان الله على الكنبة، والشهرة جات لها لغاية عندها. دي حكاية صغيرة بس كده، ونقوله مع بعض سبحان الله. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلامات.